سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم في قناة فاتيسوس غنهضر لكم على العطور وعلى طريقة الاستعمال ديالها، كيفاش تبقى لك مدة طويلة، والعطور اللي كتوالمك والعطورات اللي ما كتوالمكش، لان كل واحد عنده العطور اللي هي كتجيه مع البشرة ديالو ومع الشخصية ديالو. عندنا هنايا مجموعة من العطور. انا بالنسبه لي العطور الشرقيه كتوالمني بزاف، والعطور اللي هي دافئه اللي هي اللي كتوالم شخصيتي بالنسبه لانني شخصيه هادئه. اميل الى العطور اللي هي ملي كتشمها كتحس بالدفء، والعطور الشرقيه فيها هذه الميزه بزاف. وكاينين الناس اللي عزيز عليهم العطور الخفيفه اللي هي كتعبر على الربيع، على الزهور، على والعطور عامه كتعطيك على حسب الفصل. كاين الفصول اللي كتبغي عطور خفيفه بحال الصيف، كتبغي تشمي رائحه خفيفه، رائحه الفواكه. وفي الشتاء كتبغي تحس بعطر ثقيل اللي هو دافئ كما قلنا. انا من العطور اللي جربت وعاودت شريتها هي ميس ديور. هذا العطر اللي هو تيوالم الشخصيه الشرقيه او حنايا العرب. عطر ما هواش خفيف بزاف وما هواش ثقيل، عطر متوازن بالنسبه سورتو او دو بارفان. كاين او دو تواليت هو خفيف عليه، وهذا الوسط ديال ميس ديور. وكاين اللي ثقيل اللي هو فيه بحال ريحه العود. بالنسبه لي انا هذا خديته وعاود شريته لان عطر ممتاز. وكاين العطور الاخرين اللي جربت بحال هذا العطر هذا جربته اول مره. عطر ما بيش زوين وثقيل شويه. وعندنا فيكتوريا سوكريت، حتى هو عطر رائع شرقي ثقيل. ملي كتشمي كتحسي بالدفء وكتحسي بواحد الحميميه ملي كتشميه. وعنده الكريم ديالو. بالنسبه للنصائح ديالي يا البنات على العطور، الطريقه ديال الاستعمال، ضروري انك ملي غتبغي ديري العطر باش يستمر لك ديري الا عندك الكريم ديالو، الكريم ديال الجسم. من الاحسن انك ديري كريم ديال الجسم وعاد ترشي العطر ديالك تيدوم مده طويله. الا ما عندكش هذا ماشي الكريم، هذا هو الكريم كنعتذر، هو الكريم ديال الجسم، وهذا جيل نيطوايو. بالنسبه الى غديري العطر من الاحسن انك ديري في هذه البلاصه هذه تيبقى مده طويله، او انك ديريه مور ودنيك. هذه هاد المساله كاينه عند بزاف ديال الناس كلاسيكيه بانها مور ودنيك، او في هذه المنطقه ديال العنق، هاد الحفيره اللي كاينه في العنق كديري فيها العطر كيدوم مده طويله. او انك ديريه مور الركبه، هاد الثنيه ديال مور الركبه كديري فيها العطر. بالنسبه باش يدوم لك مده طويله، مثلا غتشدي كريم المفضل اللي عندك، اي كريم مفضل عندك كدهنيه في ديك البلاصه وعاد كترشي العطر ديالك. ومن الاحسن الا عندك فازلين، مثلا الا عندك فازلين او اي مرطب اللي هو ثقيل كدهنيه في البلاصه. نوري لك مثلا غديري العطر ديالك هنا، غديري هنا، غديري هنايا، ماشي بزاف، ما ديريش بزاف ديال الكريم، غديري غير شويه كديريها وكترشي العطر ديالك تيبقى لك مده طويله وما كيمشيش النهار كامل، كتبقاي داك العطر كيفوح منك. هذه من الطرق الرائعين باش تستعملي العطور ديالك. اما بالنسبه باش ما تمليش وتحسي ديما بالعطر ديالك، ملي كتشمي كتحسي بان فعلا عطر رائع وفواح، انك تغيري في العطر. مثلا في الشتاء ديري عطر مختلف يكون ثقيل شويه، وفي الربيع ديري رائحه الزهور بحال ريحه الياسمين، ريحه الزهر، ديك العطور اللي كتشميهم كتحسي بالانتعاش. وفي الصيف تحاولي ديري العطور اللي هي فيها رائحه الفواكه. بالنسبه لهاد العطور هادي حتى هما رائعين. هاد العطور الشرقيين بزاف ديال الناس كيحقروهم، مي فيهم واحد الا مشيتي عند هذا اللي كيبيع هاد العطور هادي، جربي العطور ديال النساء اللي حيت كاين الرجال وكاين العيالات، غتجربي كاع العطور تلقاي العطر اللي كيوالمك، لان كتشوفي هادو كتقولي لا راه ماشي هذا، ولكن هما عطور رائعين ما بيهمش.
كاين هذا العطر هذا اللي هو انايس. هذا العطر حتى هو رائع، خفيف وزوين، وبزاف ديال الناس عندهم الذكريات ديال الطفوله مع هذا العطر وكيشريوه، فهو عطر رائع حتى هو. واي واحد راه كل واحد والعطر اللي كيوالبو. بالنسبه اللي كيدير واحد العطر عنده داك العطر ديما هو العطر الواحد اللي كيدير اللي هو تيجرب عطورات بزاف وكيرجع لهذا العطر، فمن الاحسن كما قلت ان يجرب شحال من عطر باش يجي. عموما البنات كاع المناطق اللي هي دافئه في الجسم كيشد فيها العطر لمده طويله، كما قلت في الثنيات، كاع الثنيات ديال الجسم راه كيبقى فيهم العطر، لان هذوك الثنيات فيهم الحراره وكيطلقوا هذا ديال الجسم ديالك، فالعطر كيستمر فيهم. وكما قلت في الاول، فيما تبغي ديري العطر ديالك غتشدي اي كريم عندك، الا ما عندكش عندك فازلين، حتى هو فازلين من الكريمات اللي العطر كيشد منين كديري فازلين. كديري فازلين كما قلت لك في البلايص اللي غديري فيهم العطر، كالمرفق ديال اليد او مور الودنين، او كما قلت في هذه البلاصه ديال العنقاد الحفيره، او في ثنياد الرجال، او في ثنياد اليد هنايا. كاع البلايص اللي فيهم ثنيات تيشد فيهم العطر، بشرط ديري شي كريم اللي هو كما قلت بحال فازلين، كريم يكون ثقيل اللي دهنيه باش لان البلاصه الجافه ما كيشدش فيها العطر. البلاصه الجافه واللي هي ناشفه العطر ما كيشدش. كديري البارفان ديالك بحال الا ما درتيش، كتجلسي مده واحد المده كتمشي ديك الريحه بحال الا ما درتيهاش. فهادو من النصائح اللي خص اي امراه تتبعهم باش الا غدير العطر ديالها يبقى ليها مده طويله وتبقى رائحه زوينه. من النصائح الاخرين انك الا ما بغيتيش الريحه ديالك تكون مجهده، ديريها بالليل. مثلا غتخرجي عندك الخدمه في الصباح، من الاحسن انك ديري العطر ديالك بالليل باش منين تخرجي تبقى ديك الريحه خفيفه، ما تكوني يشمها غير اللي تقرب منك بطريقه اللي غيسلم بحال اللي غتسلم عليك صاحبتك هكا، غتشم ديك الريحه، ما تكونيش غاديه وعاطيه دوك الروائح وانت غاديه والروائح تابعينك. فمن الاحسن انك تجنبي هذه المساله وديري العطر ديالك بالليل، او انك ديريه تحت هنايا، طلعي فوق مور الودنين، طلعي للفوق تلامسي الشعر ديالك باش حتى ديك الريحه كتطلع للشعر، كيولي الشعر ديالك معطر وزوين. هادو هما النصائح ديالي ديال هاد الفيديو هذا ديال هاد اعتذر الاغلاط التقنيه، الاغلاط اللغويه. المهم هادو هما النصائح ديالي يا البنات بالنسبه للعطورات، وكنتمنى ان كل وحده تستعمل العطر اللي كيناسبها ولا كيناسب شخصيتها، ما تكونش الشخصيه هذه او تستعمل واحد العطر اللي هو كيعطي من هنايا 10 متر وكتشمي العطر، ملي كتجي كتلقى شخصيه خجوله فما كيناسبهاش هذا العطر. من الاحسن انها تاخذ العطر اللي هو خفيف وحتى هو هادئ بحالها كيمثل الشخصيه ديالها، او انها شخصيه قويه وفارضه راسها وكدير واحد العطر خافت ما كيقدمهاش كما يجب. فالعطر على حسب الشخصيه وعلى حسب البشره وعلى حسب المواد اللي كتطلقهم البشره، لان الريحه من شخص لشخص كتختلف. نقدر ندير واحد الماركه ديال البارفان وديرها واحده اخرى، منين كتشمي ريحه مختلفه، رغم انها راه ريحه واحده، الا ان المواد الكيماويه والحاجات اللي كتلقهم البشره ديال الانسان كتختلف من شخص لاخر، والحراره ودرجه الحراره ديال الجسم من شخص لاخر، لان حتى ديك درجات الحراره اللي عندك راه من شخص لاخر كتختلف، وهي اللي كتعطي ديك الريحه اللي هي عاطيه وكتبقى، والريحه اللي هي هاديه العطر كيختلف. كديروا شخصيات متعدده ولكن العطر كيجيك كل شخصيه كيجيها في شكل. مثلا كتشمي الريحه عند شي وحده كتقولي واو غنمشي نشريها، كتشريها كديريها كتلقايها ما كتعطيكش نفس الريحه اللي شميتي من ديك السيده اللي دارتها. فالنصيحه ديالي انك تعزلي العطر اللي كيناسب الشخصيه ديالك والبشره ديالك، لان البشره الفاتحه ماشي هي السمراء، ماشي هي كل بارفا وكيصلح لنوع ولون البشره. كنتمنى ان يعجبكم الفيديو، يكونوا فيه نصائح مفيده لكم، وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه
وديروا اللايك. كنتمنى انكم ديروا اللايك وتشجعوني وتابونيو في القناه باش القناه تكبر وندير لكم فيديوهات اخرين. السلام عليكم، خليت لكم الراحه والى الفيديو القادم ان شاء الله.